مفاجأة، ولربما بحال اللي ذكرت في كثير من المرات أنه إذا كان العرب يحتفلون بهذا التنظيم المبهر لكأس العالم الذي يقام لأول مرة على أرض عربية، فهذا الفخر اقترن أيضا بالفخر الذي جلبه لكل العرب ولكل الأفارقة فريقنا الوطني، وهو يصل إلى الدور نصف النهائي. إذا شكرا للاعبين لأسود الأطلس، سواء اللي تواجدوا على أرضية الملعب أو سواء اللي تواجدوا في دكة البدلاء وقدموا الدليل على أنهم أسرة واحدة متراصة البنيان، لا يتأثر أي واحد بأي مكان موجود فيه. بالعكس، إذا كان موجود على أرضية الملعب يسيل العرق بعد العرق ويسترخص الجهد من أجل خدمة الفريق الوطني، وإذا كان على دكة البدلاء فهو يشجع، يناصر، يساند ويؤازر، وعندما تمنح له الفرصة كيدخل وكيؤدي ما عليه. الفريق برمته كان عبارة عن عائلة رائعة، عائلة متوحدة، عائلة متحابة، واعتقد على ان في هذه الحميمية اللي نشأت بين لاعبي الفريق الوطني، بهذا التعبير الرائع عن الانتماء، كيف شاهدنا حكيم زياش يلعب مونديالا ولا اجمل، يلعب بشكل لم يسبق له اللعب به مع الفريق الوطني. نشاهد ايضا سفيان بوفال، نشاهد حكيمي المزراوي، ياسين بونو، يحيى عطية الله، بدر بنون، جواد اليميق، غانم سيس، اليميق وذكرته، وايضا نايف اقرد وسط الميدان، يعني نور الدين امربط، عز الدين اناحي، أيقونة هذا المونديال. ثم أيضا سليم أملاح، عبد الحميد الصابري، إلياس الشاعر، المهاجم يوسف النصيري، حكيم زياش قلته، وأيضا سفيان بوفال.